مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبيرو والنجم ذو الذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله. سبحان الله، بالنسبة للهند لا تزال الأمطار والفيضانات والسيول تغزو عدة مناطق، وكما نشاهد أعادت الطبيعة القمامة بعد الفيضانات الرهيبة. امتلأت بعض الجسور بالقمامة التي تدفقت مع التيار. شاهدوا، نحن لا نحافظ على الطبيعة. تصوروا أنهم يرمون الزبالة في الأنهار وربما في البحر. حافظوا على دولكم النظيفة وعلى البحر وعلى الأنهار وحتى على أزقتكم ومدينتكم. أما بالنسبة لتركيا، كما عرفنا، عرفت فيضانات وسيول قوية، مما تسبب في انهيار أرضي في أحد الشوارع أوردو. نفس الشيء بالنسبة للهند، انهيارات أرضية على ضفاف نهر كالي. دائما بالنسبة للهند، المعبد في سيرمور هي مشال باراديش تحت الفيضانات الشديدة. والبارحة كنا شاهدنا معبد آخر انجرف بالسيول. سبحان الله، مشهد من فيضانات كراتشي الباكستانية. أيضا بالنسبة لعمان، هناك عاصفة مطرية شديدة تجتاح المضيبي. دائما نشاهد طقس متنوع في سلطنة عمان. هذا ما يحدث في مدينة لا أنتيغوا غواتيمالا. أما بالنسبة لسيول هي مشال باراديش، حدث ولا حرج، فقد أحدثت دمار كبير جدا وفيضانات أغرقت المنطقة. أما بالنسبة لباراغواي، تساقط كثيف للبلد بأحجام كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.